السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل كيكة الشاي. بجد حلو قوي، مش هتفشل منك نهائي. عفوا. مع كوباية بقى شاي كده او كوباية شاي بلبن، يا سلام. شايفين ارتفاع الكيكة وهشة جدا وطعمها تحفة. هقول لكم هنا مقدار واحد، بس انا هنا عاملة مقدارين. اول حاجة في الخلاط هحط 4 بيضات، وبعد كده هحط كوباية وربع من السكر الحبيبات. زي ما قلت لكم انا هنا مضاعفة الكمية، بس هقول لكم على كمية واحدة. وهحط كيس فانيليا من البرتقال بالبرطعم البرتقال، وكيس فانيليا عادي على البيض. وديهم بقى كده ضربة في الخلاط لحد ما الخليط ده كله يتجانس مع بعضه كده ويفتح شوية الخليط. هوريكم لونه دلوقتي. بعد كده هحط كوباية الا شوية او كوباية الا ربع كده من الزيت. انا هنا الصراحة لما ضربت الكمية حطيت زبدة على زيت، وهقلب كويس قوي. بعد كده هجيب معلقة خل كبيرة، وكمان كوباية الا ربع من الحليب. كل المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني لما تنوي تعمليها حضرتك طلعي المكونات من الصبح واعمليها بقى براحتك، لازم تبقى بدرجة حرارة الغرفة. ومعلقة خل كبيرة، وهقلب الخليط ده في الخلاط لحد ما لونه يفتح ويبقى كده بالظبط. بعد كده بقى هجيب المواد السائلة احطها في بول عندي، وهنزل بكوبايتين من الدقيق وعليهم كمان كيس من الكيك شيف، واقلب وانزل بيهم واحدة واحدة كده. ولو ما عندكيش كيك شيف حطي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وقلبي في اتجاه واحد كده. ما ترجعيش بالسباتيولا او بالمعلقة تاني. بس انا بحب الكيك شيف جدا في الكيكه. لو ما عندكيش استبدليه بمعلقه بيكنج باودر لحد ما الدقيق يختفي. وبعد كده هجيب صينيه مدهونه سمنه وانزل بالخليط بتاعي، وههزه كده على الرخامه هزتين، وادخله الفرن على درجه حراره 180 متسخن من قبلها ب5 دقايق. في الرف اللي في الوسط بتقعد حوالي نص ساعه. ما تفتحيش على الكيكه خالص، او بعد ما تطفي عليها كمان سيبيها كده 10 دقايق في الفرن وغطيها بحاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.